صاير معناها حتى والاسلاميون في الحكم اليوم باقي هالجدل نتاع كيفاش يبرر اليوم الاسلاميون بانهم قابلين لعبه الديمقراطيه، وبانهم معناها من مظاهر قبولهم للعبه الديمقراطيه بانه يقبل كاسلامي يشارك في الحكم معناها مع علماني ومع يساري ومع ليبرالي ومع غيره. الاسلاميون هم الوحيدون الذين يقبلون بالديمقراطيه. الأستاذ الذي تحدث عن الشعوب هذه وتحدث على أنها مؤامرة لم يتحدث عن ثورات أوروبا الشرقية على أنها مؤامرة. يعني عندما شعوب تنتفض بعد 40 و50 سنة من استقرار الدكتاتوري حكمها العسكر الذي قفز إلى السلطة، ثم فرق بين ثورات الاستقلال الأولى، واعطيني شوي وقت، وثورات الربيع العربي. ما هو الفرق بينهما؟ أن الشعوب في المرحلة الأولى لما جابت الاستقلال الشعوب رجعت إلى أماكنها وسلمت الأمر إلى نخبها. ثورات الربيع العربي أو الربيع الديمقراطي، وشوف المغاربة في قوتهم فين، الوحيدين الذين أطلقوا على الربيع العربي ربيع ديمقراطي، لأنه قال لك في المنطقة العربية عندنا غير العرب، عندنا الأمازيغ. المغرب هذه دخلها الإسلام منذ 12 قرن، أول من استقبله الأمازيغ. ويعني الربيع الديمقراطي يستوعب جميع القوميات. في تركيا استوعب القومية الكردية. عندما يتحدث الأستاذ عن هذه العملية، أعطيني الذين يقومون بالمؤامرة حقيقة هم الذين عندما ينهزمون بصناديق الاقتراع يلجؤون إلى صندوق الذخيرة. المؤامرة الحقيقية هي الثورة المضادة. نعم، ويلجؤون إلى الانقلاب. ويلجؤون إلى الانقلاب. سنة 1000 أنا أعطيك حاجتين باش نبين لك أن الإسلاميين أكثر الناس قبول بالديمقراطية وتنازلا. مش الاسلاميين عليه في المغرب اليوم. استاذ لحظة، أنا لا مقاطعك، خليني نكمل الفكرة وبعد تفضل رد علي. اي ميساج كمل يسلموا وبعد تناسب بالدمج. التجربه المغربيه خلينا نمشيو لعمق الاشياء، ومش الاستاذ يقرا في ايه ومش حافظ اشترها، مش هذا موضوعي. انا اعطيني الموضوع صندي، خلينا في صندي، خلي نرتقوا بالمشاهد. الموضوع انه في المغرب التجربه المغربيه تعلمت من درسين. تعلمت من التجربه الجزائريه، لانه سنه 1990 عندما فاز الاسلاميون بنظام الاغلبيه 80% في الدور الاول انقلب العسكر. وعندما انقلب العسكر صمتت النخب الحدثية كلها بيمينها وبصارها، وتبين على أنها ليست مثقفة، لأن المثقف الحقيقي يؤمن بمبادئ كونية ثابتة لا تتزلزل. أنا مع الديمقراطية اليوم وغدا. أفرزت الأستاذ رجاء أم الجماعة قاسمي أو الأستاذ رضوان أم الأخ كمال، أنا مع الديمقراطية ونعطيه وقته وشروطه كاملة. هذا الدرس الأول خذته، لأنه ينقلب عليك العسكر، وكان هنالك فيتو أمريكي وفرنسي وصمت الجميع، وصاروا يتحدثون عن العنصرية السوداء في الجزائر وكأن الجبهة الإسلامية لأنها فازت ذنبها أنها فازت وجرت البلاد إلى الخراب، ولا يتساءلون عن المجرم الحقيقي اللي هو الذي المنقلب. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني تعلموه من النهضة التونسية، لأن النهضة التونسية نصحت سنة 1989 بأن تترشح في 5 دوائر فقط، ولكنها رفضت، ونجاحها تقريبا انا كنت صغير في تلك التجربه، وشفت كيفاش البنفسجيه في البلاد، وشفت الصوره، وشفت اوراق التجمع هذه، والحزب الاشتراكي والتجمع وقتها تسماه، مازال كي سماه في الكياس تكنسها الرياح، ولكن وقتها طلعوا للضوء، وصدر قرار داخلي ودولي بان يصفوا عام 90 بدات المحرقه. ولذلك الاسلاميون في المغرب عندما تقدموا كانوا يستطيعون الانتصار قبل هذا. سنة 1997 ترشحوا فقط في دوائر. أنا نحب نذكر الأستاذ جمعة بشيء واحد. عندما تكون حزبا، أنت تكون حزبا قويا في المغرب وتكون في مستوى اللحظة في مرتين. المرة الأولى لأنهم أنقذوا الملكية. حراك 20 فبراير أراد أن تكون الثورة عارمة راديكالية ثورية في المغرب كما هو في تونس، تقتلع النظام بأركانه، ولكن قالوا هم الذين قالوا لا. قالوا لا، المنطقة العربية هذه قيادة حزب العدالة والتنمية تقولها. هذه قالها لي سعد الدين العثماني، يعرف الأستاذ كمال تقابلنا معاه. حزب العدالة والتنمية قال لك المنطقة لم تعد تحتمل ثورة ثانية تولي فوضى عارمة. وضحوا قالوا نحن نبتدع مفهوم الديمقراطية التغيير في إطار الاستقلال. هذا يجب أقول. واللحظة الثانية الفارقة التي كانوا فيها عندما كانوا في الحكم، وهذه الأرقام أستاذ جمعة، إذا كان هنالك طرف أحق بأن يرد عليها ويعتبرها غير صحيحة هي الأحزاب المتنافسة كانت تستطيع أن تكذبها في الحملة ولا تنتظرك أنت لترد عليها الآن. بإيجاز نعطيك الكلمة بعد نجيك مدام رجاء.
حزب بن كيران هو نفسه لم يستطع أن يوظف مثل هذه الأرقام في حملته الانتخابية وأقر علنية لأنه لا يمن على الناس، وبالتالي فنترك جانبا هذه الأرقام. أما القول بأن الإسلاميين هم الأكثر ديمقراطية فهذه مبالغة لا تستقيم في واقع أثبت بوضوح التجربة أنهم يميلون إلى الاستبداد أكثر منه إلى الديمقراطية. ولنا في التجربة التركية التي تتخذ كنموذج لهذه التنظيمات وهذا الإسلام السياسي خير دليل على ذلك، حيث رأينا أردوغان يتحول إلى ما يشبه السلطان الباحث عن مجد غابر بصلاحيات مخيفة استبدادية استنسخها راشد الغنوشي في تونس من خلال المؤتمر العاشر بمنحه صلاحيات كبيرة كادت أن تفجر حركته وفق الانتقادات التي تتتالى تدريجيا من أركان حزبه وصولا إلى التشكيل المكتب التنفيذي لغير ذلك. سنأتي على التجربة التونسية على حركة لننسب الموضوع أفضل من أن نعمم المسألة. بالضبط رجل اليوم كانوا فماش خيار ثالث، معناها يا إما حكم العسكر يا إما إسلام مستبد وإسلام الدولة. خيار ثالث اللي نعيشوه في تونس مسار متاع تعميق تدريجي للديمقراطية. وبربي أنا نحب نلفت الانتباه زيادة مرة أخرى لأنه عملنا مجلس تأسيسي في تونس، البلاد الإسلامية الوحيدة اللي عملت مجلس تأسيسي هكا ولا لا؟ عربية إسلامية عملت مجلس تأسيسي. ومجلس تأسيسي هو يعني الهيئة اللي فعلا ترسخ الديمقراطية. يعني أنا في رأيي اللي صار في المغرب هو نتيجة للذكاء السياسي للعاهل المغربي، فهم وحب يجنب بلاده ربما ثورة أخرى ربما ما تكونش سلمية، ربما هذه القراءة السليمة. أي ولكن في تونس التجربة التونسية أنا مراش اللي الديمقراطية فيها يعني حتى ولو فما تعثر هو التعثر الناتج عن أنه المسار ديمقراطي حقيقة. والديمقراطية راهي مفتوحة على المجهول، الديمقراطية فيها خطورة، ولكن الديمقراطية هي الحل الأمثل صحيح. إلى حد الآن بالنسبة لكل الشعوب. نحب نقول اللي صحيح أنا نعتبر أنه المأساة اللي صارت في الجزائر هي ناتجة عن رفض النتائج الانتخابات، وهذا قلته أنا نفسي في الجزائر، قلته في الجزائر وصارت مصيبة. روحت لي روحت موجودة بحذانا محمد رب. لكن فما الديمقراطية باعتبارها آلية للتداول على السلطة وانتخابات وإجراءات، ولكن فما القيم الديمقراطية هذه اللي ماهيش مترسخة عندنا وعند الإسلاميين زيادة، على خاطر القيم الديمقراطية تعني أنك تقبل بالتعددية. المجتمع التونسي أغلبيته مسلمين، لكن فما ناس أخرين زادة، وهذه هي الديمقراطية. فما أقليات، فما أقليات متنوعة يلزم تعترف بالكرامة متاعها والمساواة. فما هذه هي المشكلة الآن. الناس تقريبا النموذج الديمقراطي فرض نفسه، لكن المشكل في الثقافة الديمقراطية وفي القيم، في التطبيق في القيم الديمقراطية. كيفاش أنت ما تخزرش للمرأة على أنها جسد، مشكلتك أنه معناها مشكلتك في لباسها وكذا. صحيح. أي كيفاش تحترم فيها أنها إنسان، ما تعلقش على لبستها. معناها هذه هي هذا مسار آخر يلزم يترسخ بشوية بشوية. واللي صاير في تركيا فعلا هو انقلاب. سنأتي على تركيا توا. احنا يظهر لي ما يلزمناش كل بلاد وخصوصياتها.
به سي رضوان المسمودي، معناها قبول الاسلاميين اليوم بان يكونوا جزء من الديمقراطيه، هل هو قبول مبدئي والا مضغوط؟ بمعنى وانهم شافوا بانهم ما فماش معناها حتى ثنيه الا انهم باش يكونوا داخل النظام ويكونوا موجودين من الداخل لانهم ما هم الا جزء، والا مساله قبولهم حتى معناها ضمن خطه للاستيلاء على الحكم، يقول لك ندخلوا بعد تو انا كي نوصل لمفاصل الدوله نجم نفرض النظام الاسلامي. يعني اولا يلزمنا نبتعدوا على الحكم على النوايا، لانه النوايا ما يعرفها كان ربي سبحانه وتعالى. هذا كلام يعني تستعمل الانظمه المستبده عاده باش معناها تقصي بعض الاطراف المعارضين نتاعها، تولي تدخل في تحكم على النوايا نتاعهم. احنا نحكم على الفعل، على الافعال وعلى الاقوال كذلك، تصريحات والافعال. الافعال سواء في تونس او في المغرب او كذلك في تركيا، أن الإسلاميين وقت اللي وصلوا إلى الحكم ما أقصاوش غيرهم. أن الإسلاميين كانوا ديمقراطيين، أن الإسلاميين تحالفوا مع غيرهم كذلك، ما حاولوش يحكموا وحدهم. أن الإسلاميين ما فهموش أن الإسلام هو فقط حكم الأغلبية، بل حطوا حتى في الدستور حقوق الأقليات. بعد 2011 مش قبل. لا في 2011، لا في 2011 قبل مش في تونس. لا في 2011، لا في 2011 صياغة الدستور منذ البداية فيها حقوق الأقليات. أنا نقول أجزم أنه أكثر شيء أنا نفتخر به في الإسلام هو قداش الإسلام احترم حقوق الأقليات منذ 14 قرن، مش حاجة جديدة، احترام حقوق الأقليات في الإسلام. ولذلك تجد في العالم الإسلامي الكل المسيحيين، اليهود، تلقى في العراق ثم تقريبا 100 دين اللي يعبدوا الشمس ما زالوا موجودين في العراق، وفي إيران طائفة موجودة. الإسلام معناه أعطاه حرية الوجود وممارسة الدين. الإسلام حكم الهند وهم أقلية، المسلمين في الهند تقريبا 7 قرون، والأغلبية تعبد البقر يعني، والإسلام احترم حقهم. يعني من أجمل الأشياء في الإسلام أنا حسب رأيي أنه يحترم حقوق الأقليات، وكذلك حقوق المرأة. الإسلام كرم المرأة في القرآن وفي السنة وفي الحديث. صحيح المسلمين مش دائما كرموا المرأة، صحيح ثم تجاوزات، ولكن الإسلام في حد ذاته يحترم هذه الحقوق، حقوق المرأة، حقوق الأقليات، والدستور كذلك احترم هذه الأشياء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.